السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. وانتم كتسمعوا لهاد القصه. مرحبا بكم في قناه قصص واقعيه مع ياسين. اليوم البنات جيت نعاود لكم واحد القصه اللي هي اثرت فيا وطلبتني مولاتها باش نعاودها، وقالت لي عافاك باش تكون عبره للبنات، ما تبقاوش تيقوا بزاف. هاد القصه البنات اللي هي ديال سناء، واحد البنت اللي كافحات وقرات ودارت المستحيل باش تمشي على برا، مشات لاوروبا البنات. المهم عاشت عاديه يعني من دوك البنات المكافحات، وكان عندها كما تنقول كانت معرفه مع واحد السيد من ايامات الاعدادي تقريبا، جايه لشي 5 سنين ولا 6 سنين وهي معاه. كانوا مع بعضياتهم ومعزين بعضياتهم بالزواج وشحال من حاجه، وهي يسر ليها الله باش مشات لاوروبا، حيت عندها العائله ديالها بزاف في ايطاليا، وعاونوها عائلتها باش تمشي. ومشات البنات وكتقولي شوف راه واخا مشيت ما عمرني غنخليك، غنصاوب ليك حتى انت وراقك، غندير ليك غنفعل ليك. صافي البنات مشات سناء تما وبقات سميتو قرات تقريبا بقات متبعه الدراسه ديالها لمده ديال 5 سنين. ومن بعد البنات كملت القرايه ديالها وخدمت تما، خدمت مهندسه، خدامه شي مده ديال عام عامين ونص وهي خدامه. قالت لكم اني مشيت بغيت نصاوب له وهي هاد تقريبا شي 5 سنين وهي كاينه تما. مره واحده نزلت للمغرب، ولكن دائما هي وياه كونتاكت في التليفون، دائما كيهضروا، ما تغيرات حتى شي حاجه كما تنقول. واخا مشات له على برا وكلشي ما تبدلاتش عليه، دائما تيبقى كما تنقولوا هو الراجل اللي كانت تتبغيه وباغا تكمل معاه حياتها وباغا دير كما تنقولوا المستحيل على قبله. وهو البنات ملي صافي سمع برا داكشي بقى متبع الدراسه ديالو بحالها باش الا مشى تما يكمل قرايته ويعيشوا بجوجهم تما. هذا هو الخط زعما ديال الخطط اللي كانوا راسمينها هما في حياتهم. من بعد البنات سناء ملي مشات خدمات وداكشي، صافي بدات قالت لي غادي نجي غادي نديرو مارياج بلون، غادي نطلعك نتزوجوا ونطلعك نصاوب لك بعدا وراقك. وكان ديك الساعه ما عاد نديرو العرس وداكشي، بعدا جا للدار وخطبني باش العائله تكون عارفه اننا زعما بغينا بعضياتنا وداكشي. وكان ديك الساعه غنمشي تما ونقاد لك الوراق ونشوف اشنو غايقولوا ليا. فعلا البنات داكشي اللي دارت معاه. جا واحد الصيف جات لما قالت لي تعاود لي هادشي، جات مورا كورونا للمغرب هنايا وخطبها وكلشي. ملي تحلوا الحدود وداروا الخطوبه ديال ديك الساعه الناس ممنوع على العرس ولا كلشي، داروا خطوبه. المهم العائله ديالو عرفت العائله ديالها وكلشي عرف سميتو، جا وخطبها وكلشي. يعني بيمشيو صافي، يعني بغا يتسنى واحد عام ولا عامين بين ما توجد له الوراق وكلشي وكان يمشيو. المهم البنات منين مشات سميتو رجعت لايطاليا هي، وهما يقولوا ليها واش، قالت لهم راه بغيت نصاوب الوراق وبغيت ندير. قالوا ليها ايه، ولكن ضروري يكون عندك واحد زعما واحد المدخول، خصها تخدم مزيد تخدم واحد عامين باش توصل داك المدخول، باش عاد يعطيوها السكن كبير، حيتاش هي امراه ماشي بحال الراجل اللي عكس. البنات الراجل اللي تيفكر يتزوج كيعطيوه السكنه نيشان كبيره. قالوا لها باش تدخليه ويعيش معاك وكل ما تنقولوا وتصاوبي ليه وراقو. اش دارت له البنات؟ بقات صافي مشات قالت له غتزيد تصبر معايا واحد عامين اخرى باش يلا راه قالوا لي يعني حاليا باقي ما عنديش الحق وزعما والخلاص ديالي خصو يكون طالع على هكا باش يوافقوا لي انني نجيبك. حكم البنات هي كما تنسميوها مهندسه في ايطاليا تما. فعلا البنات بقى كيتسنى هذيك عامين وسنه. قالت انا كنخدم وكنوفر قالت كيما تنقول نقص من مصروفي شحال من حاجه باش نوفر واحد المبلغ نكون حاطاه في البنكه طالبينو ليا. قالت لك شحال من حاجه. قالت يعني دوزت عامين كيما تنقولوا ديال التكرفيس على قبل. هو تنقول ماشي مشكل، هو بقى تيكمل قرايته هنا تما، وبقى كمل قرايته وبقى جالس المغرب كيتسنى
عاد يمشي ويدفع تما في ايطاليا باش يخدم بخطره في ايطاليا بلا ما يبقى تيخدم هنا ويعاود يحبس. يعني يبقى هي كي في المغرب هي كيديباني راسو باش مكان وصافي. داكشي اللي دارت البنات، بقات غاديه وخدامه مسكينه وكتكافح. كافحات البنات عليه بزاف، يعني قالت لي درت اكثر من الطاقه ديالي باش نحاول نجمع. قالت لي درجه عوض ما نشد خدمه في الشهر ولا جوج كنشد 3 4 باش نوفر داك المبلغ اللي طالبين ليا لا في البنكه ولا في الصالير ديالي بدا يدخل ليا. يعني البنات هي الله بدات الخدمه مبتدئه ماشي فهمتوا، هي مبتدئه ماشي بحال شي وحده اللي هي خدامه قديمه ولا شي حاجه باش دير دغيا وتوجد. قالت لي المهم دازت ديك تقريبا عامين كنوجد فيها شحال من حاجه. قالت عاد بديت كنوجد كنصاوب الوراق، انا صاوبت لي الوراق صاوبت شحال من حاجه. قالت لي دارت ديك عامين تقريبا شي عامين ونص. قالت كنا ننزل المغرب، درنا العرس درنا كل شيء. قالت دفعت له صاوبنا اللاكت صاوبنا كلشي، مشيت دفعت الوراق ديت معايا الوراق تما. قالت عاد عاوتاني دفعت داكشي ونشوفوا واش بغيت تقبل ليا. قالت عاد بحرام تقبل ليا داك التخربيق. عاد عطاوني دار اخرى عاد. يعني البنات داكشي راه فيه الخدمه ما تيكون عارفوه اللي مجربو. قالت المهم تقريبا مده شي 9 شهور ولا 10 شهور عاد هو خلص عليا. عاد صيفط له الوراق قالت له خلص عليا وتنقول واخيرا تجمعنا واخيرا بتبدا السعاده وعطاوها الدار. قالت بقيت خدامه وبتكون شفت له بلاصه في الدومين ديالو حتى هو. قالت خدام واستقر ودا. قالت درت طونوبيلتي. قالت لي حتى حنا ناقصنا الحمد لله حتى خير. قالت دارنا هنا بغيت نصيفط هنا بغيت ندير دارنا حتى هما ما خاصهمش كنعاونهم هكا شويه وصافي كما تنقول هي بليزير مني هما راه ما خاصهمش. قلت بقيت غاديه هكاك عادي تنقول السعاده وبين نولدو. قالت زعما وليت تنقول كاع داكشي اللي حلمت به بديت وصلت ليه. فهمتوا البنات؟ يعني خدمت شي جيت لاوروبا تزوجت بالراجل اللي كنبغي خدمت استقريت في خدمتي استقريت في داري الحمد لله والشكر لله. قالت وانا فرحان واخا قالت دوزت داك التكرفيس كله هو. قالت انا فرحانه تنقول واخيرا غادي نرتاح صافي كما تنقولوا جا الراجل اللي غيهز معايا الحمل. يعني كما تنقولوا يد وحده ما كتصفاقش. قالت بقيت فرحانه ودايره يا البنات. قالت ما دورش السيد عام ونص معايا صافي كما تنقولوا حتى زدت راسو حتى قد راسو حتى شاف قد راسو في خدمته. قالت حتى دار كل شيء خدم في شي شركه. قالت يعني حتى صاوب كل شيء وكانت كل شيء البنات. قالت ولدت معاه صافي لقات راسها حامله مده عام ونص. لقات راسها حامله ولدت بنيه. قالت صافي تنقول الدنيا ضحكات ليا. يعني كاع داكشي اللي بغيت الحمد لله وصلت ليه كله هو. قلت نقول الحمد لله والشكر لله. قالت حتى تنتفاجئ بالسيد بغا يطلقني. اشنو تيقول انا بغيت نطلقك. كتقول له علاش اشنو السبب؟ تيقول لا والو صافي انا ما بقيتش مرتاح معاك. قلت له عاد انت شتي راسك ما مرتاحش معايا فاش كنتي 5 سنين ولا 6 سنين وانت معايا وعاد سمعتيني مشيت لاوروبا يوميا كدوي معايا عاد. قالت له ولا دابا صافي دقتي الفلوس كما تنقولوا صوفيتك درت لك كلشي عاد ما بقيتيش هادي. قالت لك قالت لك واحد النهار قالت لك كان هو في الدوش وكان تفاجئ بميساج جاه في التليفون تيقول له شي واحد كاين في روما تما فشي بلاصه في ايطاليا. قالت تيقول له اش باقا صاحبي كدير مع هذيك واش انت باقي معها؟ تيقول له صاحبي راه صافي راه قلت ليها بغينا نطلقوا وهادي وراه كان دابا نحاول معاها عرفتو ماشي خصني نوض هكا وراه بيني وبينها بنيه راه صدقت حتى والده وهادي. قالت له يعني السيد لقيتو انا تزوج بيا الا بالدوراق ماشي تزوج بيا حيتاش باغيني. كون بقيت في المغرب كنت متاكده غيخليني على هاد الفعل اللي دار. صافي البنات
صافي طلقني ودابا تنحاول نبدا حياتي من جديد. قلت دابا فاش غنطيق، فاش قلت انا كلشي درتو من جيبي، كلشي اللي خسرت، داكشي اللي خسرت كتر من اللي عطاني هو. قالت لك صاوبت الوراق، خدمت كتر من الطاقه ديالي باش نوفر الدار على حساب مغياج. قالت خسرت فلوس الوراق، خسرت شحال من حاجه، والناس كيتمناو غير اللي يقول لهم السلام عليكم وما لقاو، وانا ما خليتوش. كلشي وحده مشات لاوروبا ما باقيش غتشوف فيه. صافي البنات، قالت صافي ملي سمعت داك الميساج قالت صافي تاكد راه السيد ما باغينيش تزوج بيا على وراقيه. قلت صافي تاهيت وانا نقول له صافي ملي خرج منك هادشي انا ولد الناس دابا حاليا ما باقيش بغيت، والله يعاونني ويعاونك. قلت صافي مشيت طلقت انا وياه طلاق اتفاقي، وبنتي بقات عندي. وقت قلت لي وقت ما بغيتي تشوفها جي مرحبا بك. قال لها بخدي انتي وديك البنت، انا ما عندي ما ندير بشي ولاد معاك. المهم قالت لك صدقتنا بحال شي عدوه، بحال ما عرفت اشنو درت له. صافي البنات، هذه القصه ديال سناء. شوفوا البنت باش تقولها ما بقاش الخير، باش تثقي في الراجل وتقولي راه بغاني. خص الراجل البنات ما بغاك يبغيك وما يكونش عارف اشنو عندك، وما يبغيك ويعرف انت عندك الدار او لا عندك الفلوس او لا عندك هكا كما تنقولوا الاوراق وداكشي. راه الاغلبيه البنات تشوفهم كيديو مرا كبيره حيتاش عندها الوراق، ماشي حبا فيها. المهم البنات، هذه القصه ديال سناء، كنتمنى انها تكون عبره لكم وتستافدوا منها. ما يجيش واحد بيضحك عليك ولا هادي ولا هادي، اللي يبغيك وانت ما يعرفش انت شكون ولا شنو عندك، وتتاكدي انه باغيك عاد من بعد تقولي لي عندي. هذه البنات هي القصه، كنتمنى انها تعجبكم وتكون عبره لكم وتستافدوا منها. البنات كنقول لكم القصص انا الواقعيه انكم تستافدوا منها احسن من انها تعجبكم. المهم البنات، وصلنا لنهايه القصه. ما تنساونيش البنات من لي لايك والاشتراك والضغط على الجرس باش ان شاء الله يوصلكم كل جديد. باي باي عليكم، خليتكم على خير.